معلش بقى، العيش بقاله سنين بيبني حضارات، جه على ال 50 60 سنه بتوعي عايز يدمر امعائي ودمر في صحتي النفسيه ويعمل لي امراض مناعيه. اكله بلا قيمه. دكاتره الدايت يا حبيب قلبي اتجمعوا عليه وقعدوا يضربوه، مش عايزين العيش ياكل عيش. بصراحه ازاي العيش يعني طول الوقت ده كان كويس، فجاه لا اوعوا تاكلوا عيش، كلوا بطاطس وكلوا رز وكلوا نشويات معقده والعيش هيزودكم ويعمل لكم مشاكل في الغده الدرقيه. وايه بقى هو ارتشاح الامعاء؟ هتشرب لبن، اللبن بقى فيه لاكتوز وناس عندها حساسيه لاكتوز. الحق الجلوتين بيتعب الناس ويخليها تزيد في الوزن ومش بتخس. والحق في مرض اسمه سيلياك. ايه اللي بيحصل؟ اعتقد يا عزيزي دلوقتي تقدر تتعاطف مع الناس اللي عندها مشاكل مع الجلوتين. دي ناس مش بتتدلع. الناس اللي عندها مشاكل مع الجلوتين بينقسموا لثلاث مجموعات رئيسيه. اول نوع مرض السيلياك، ده مشكله مناعيه خطيره. ده النوع الثاني هي الناس اللي عندها حساسيه من القمح، وده مش مرض مناعي ذاتي. النوع الثالث بقى هو الحساسيه من الجلوتين غير السيلياك. خليك معايا لان الفيديو ده فيه انقاذ تاريخي ليك. احنا هنا جايين نتكلم على ارتشاح الامعاء والسيبو ونقص البكتيريا النافعه وامتى اوعى تاخد بكتيريا نافعه. الحاجه اللي تهم الناس 8 من 10 بيتفرجوا عليا وعندهم مشاكل في معدتهم عندهم حاجه اسمها ليكي جات، يعني ارتشاح الامعاء. انا عمري ما هنسى ان في واحد قال لي قبل كده ايه اصعب حاله انت ممكن تشتغل معاها ومش بتخس؟ قلت له كده اي حاله بتعاني من ارتشاح الامعاء. تخيلوا ان جدار الامعاء ده هو زي شبكه فلتر كده، المفروض بيدخل الفيتامينات والمعادن وجسمك ياخدها، بس مع الجلوتين والسكر وكل الحاجات دي الشبكه دي بتتخرم وبيدخل ساعتها بروتينات غير مهضومه في الدم. فلما بتدخل في الدم جسمنا مش عبيط، المناعه بتشوفهم كاعداء، تبدا بقى حرب. الحرب دي بتخليك ايه اللي يحصل لك؟ صداع، ارهاق، انتفاخ، غازات في بطنك، سقوط شعر، اكتئاب. كل ده بيحصل. ممكن تحاليلك تبقى كويسه بس انت عندك ارتشاح في الامعاء، الفلتر بتاعك اتخرم، دخل حاجات جسمك مش عارفها، جسمك عمال بيهاجمها. لو عمرك ما عرفت تربط الربط ما بين مشاكل بتاعت الجهاز الهضمي ومزاجك والنوم يبقى الفيديو ده اكتر حاجه هتفيدك، فكمله للاخر. طيب سيب بقى ارتشاح الامعاء، ايه علاقه ده بنقص البكتيريا النافعه؟ وليه هي نقصت عندنا وبقى زاد عندنا البكتيريا الضاره؟ جراث للبكتيريا الضاره بقت اكتر، فهو ده السيبو. ما تخافش انت مش هتوه مني، انا هرتب لك كل حاجه دلوقتي. الخصوبه بتاعه التربه بتاعتنا بتتاثر، فالحل كان استخدام الاسمده الكيميائيه. دي هتيجي تحل مشاكل بس مع الوقت هتخلق مشاكل. زي ايه؟ زي زياده حموضه التربه، وبدات تدمر البكتيريا المفيده. اكتر واحد تاثر بده هو اكتر واحد الناس كانت عايشه عليه، اللي هو ايه؟ العيش اللي بيجي منين؟ من القمح. الجمله دي من ذهب. انت عندك 3 كيلو بكتيريا نافعه عايشه جواك، مسؤولين عن تصنيع 90% من السيروتونين اللي هو هرمون السعاده اللي هو اساسا بيتصنع في الامعاء. البكتيريا النافعه لها دور اساسي في دوت. طب هي نقصت من عندك لاسباب بقى كتير، ورحت انت بعدها بتاكل جلوتين فهو عمال بيعمل لك ارتشاح امعاء، فالبكتيريا الضاره هي اللي بدات تزيد، فبقى بيحصل اوفر جروث ليها في مكان مش المفروض تكون فيه. البكتيريا الضاره بقت هي اللي في المكان دوت، فهو ده الاسم بالظبط سيبو. ان انت عندك ارتشاح في الامعاء وعندك اوفر جروث للبكتيريا الضاره بقت بتنمو بنمو كبير جدا. ده بقى بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك امساك واسهال الاثنين مع بعض، واكتئاب، بيعمل لك نقص في فيتامين بي 12 او حديد. ده بقى مختلف عن نقص البكتيريا النافعه. مختلف في ايه؟ ان الاعراض بتاعت السيبو دي هي بتبدا بسرعه شويه. اول ما تاكل انت اصلا عدد كبير جدا من البكتيريا في جسمك فبيروح لها بسرعه النشويات والسكر، فهي بتعمل غازات، فده بيحصل بعد الاكل اولموست من ساعه لساعتين. فرق عن نقص البكتيريا النافعه. نقص البكتيريا النافعه انت بيبقى عندك امساك مزمن شويه، عندك ارهاق طول الوقت شويه، انما في السيبو الاعراض بتاعتك بتبدا بسرعه قوي وبتبدل ما بين امساك واسهال. ده عرض الحاجه الشائع شويه. انا هقول لك دلوقتي ازاي اصلا بشخصها وازاي بشتغل عليها. بصوا يا جماعه، انا كانت جات لي واحده والله العظيم استاذنتها حتى في الفيديو ده ان انا هقول الحكايه دي. هي كانت جايه لي وبتمشي على انتي ديبريسنت ومضادات اكتئاب فتره طويله جدا. اشتغلنا مع بعض وعملنا تحليل لاكتشاف ان هي عندها سيبو ولا لا. طلع ان هو عندها سيبو. لما ده اتعالج الاكتئاب والتوتر والقلق قل جدا جدا جدا. فاحيانا انت لو عرفت تربط ربط زي ده بتبدا تلاقي نفسك انت كنت طول حياتك ماشي في سكك غلط قوي. نبقى فاهمين تاني، سيبو يعني زياده بكتيريا في مكان غلط، اعراضه سريعه بعد الاكل. طيب نقص البكتيريا النافعه اعراضه مزمنه، بتيجي طويله، فتره طويله، امساك والمناعه ضعيفه والمزاج مش احسن حاجه، ويبقى عندك احيانا حساسيه من الاكل. انا بعرف ازاي ان الحاله دي عندها سيبو؟ في اختبار بيبين احنا اللي عندنا ده سيبو ولا لا. لاكتيلوز بريث تيست، الاختبار بتاع التنفس، بس ده احيانا مش متاح لكل الناس. ففي علامات بقى احنا بنشوفها بتقول ان هو دوت سيبو. ان في انتفاخ بيجي بعد الاكل على طول مع غازات
مع نقص بي 12 وحديد، ان الامساك زي ما قلنا ايه بيبدل مع الاسهال. ضمن الحاجات ان احنا لما بنشتغل فود مابنج دايت، لو فود مابنج دايت ده برنامج مخصص للحالات دي، هقوله لكم في الاخر بالمناسبه تعملوه ازاي ولوحدكم من غير دكتور. فاساسا اول ما بنشتغله وتبدا الاعراض تروح، فيبقى انت كان عندك العلاج بتاعه ايه. بص، علاج ارتشاح الامعاء، علاج السيبو، هما نفس الفكره. احنا بنشتغل على 5 محاور. اول حاجه انك تشخصه صح زي ما انا قلت في النقطه الاولى. رقم 2 ان احيانا بتاخد مضادات حيويه ومضاد بكتيريا. رقم 3 وهو ده اللي الفيديو مبني عليه كله، نظام لده اسمه لو فود ماب، لان بنبعد عن الاكل اللي بيتخمر بسرعه، هقوله لكم دلوقتي. رابع حاجه الحاجات اللي بنشتغل عليها، بناخد مكملات غذائيه بتصلح الامعاء زي الزنك والجلوتامين. واول ما نبدا نحسن الاعراض بتاعه السيبو بنبدا ندخل بكتيريا نافعه، بس مش اي بكتيريا نافعه، بس لازم ناخد بروبايوتيك وبناخد كمان بريبايوتيك. بعد كده لازم تشتغل على اداره القلق والنوم، ستريس مانجمنت، ده اساسي في ان هي اصلا تتحسن. لو ده ما حصلش فاحنا هنفضل في الدايره دي ما بتنتهيش ابدا. اداره القلق والنوم ازاي؟ احنا قلنا ان اساسا من ضمن العلاج الجلوتامين والبروبايوتيك، ده اصلا بيحسنوا الحاله النفسيه وبيحسنوا مشاكل الجهاز الهضمي. لازم نشرب حاجات زي الكاموميل واللافندر، وانا قلته قبل كده في كذا فيديو. لازم نعمل تمارين تنفس اسمها بوكس تو بوكس بريذنج عشان تبدا تقلل الوجع اللي بيجي لك. دي تعملها على طول بعد الغداء وقبل النوم، دي لازم تتعمل. لازم ناخد مغنيسيوم، بيبقى مهم جدا جدا في الحالات دي. فانت زي ما انا قلت قبل كده في فيديو تاني، لازم تخبط في كل دول مع بعض. احنا اهو عشوش مني، انا عايزكم تقولوا لي بس في الفيديو ده انتوا لسه مكملين معايا وفاهمين حتى الان ولا لا، لان دي حته في ناس كتير قوي بتتوه فيها. سواء انت عندك نقص في البكتيريا النافعه، او سيبو، او ليكي جت، او يا عم سيبك من كل الاسماء دي، انت مش مرتاح ومعدتك مش مرتاحه لما بتاكل حاجات كده، الحاجات دي اسمها هاي فود ماب. انا هقولها لك هي ايه في الاخر، وهقول لك لازم نشيلها ازاي وتتبدل بايه. بس من الاخر انت جهازك الهضمي مش مرتاح اهو، جبتها لك في الاخر خالص. بنشتغل على 5 حاجات نشخصه صح، دي النقطه رقم 1. رقم 2 نبدا نجوع البكتيريا الضاره، ونبدا ندي مضادات حيويه ليها وتبدا نقتل فيها. رقم 3 نعيد بناء المستعمره بتاعتها، فناخد بروبايوتيك وبريبايوتيك بعد كده، بكتيريا نافعه زي الزبادي بالمناسبه في الاكل، زي الزبادي وزي الخيار المخمر وزي بيتشرب من الصيدلات، بس احيانا بنبقى عايزين انواع معينه من البروبايوتيك مش اي نوع. والنقطه الاخيره اداره القلق والنوم والتوتر. لو الكورتيزول عالي وانت عندك قولون عصبي، انت هتفضل الدايره دي مش بتنتهي. خبط في ال5 مع بعض هنبدا نعمل نجاح كويس. اي حد كان معايا او اي حد عمل النظام دوت واشتغل على الفود مابنج دايت اسبوعين يقول للناس في الكومنتات هو اتحسن قد ايه. ثانيه واحده يا ابو حماد، انت عايز نبطل عيش؟ ده اللي بتلف يعني وتدور حواليه. لا هو بصراحه انا مش عاوزك تبطل عيش، بس انا عاوزك تعمل تحدي 15 يوم كاملين بنظام لللو فود ماب، بيقلل السكريات اللي بتتخمر بسرعه. الاول هو ايه الهاي فود ماب؟ الهاي فود ماب ده الاكل اللي بيتعبك، العيش والبصل والثوم والعدس والتفاح، دول هاي فود ماب. اكشلي موضوع التبطيل ده مش سهل، ليه؟ لانه شبيه بالادمان، وده تعبير علمي مش مجازي. لا يا جماعه حقيقي، لما بتبطل منتجات الجلوتين انت ممكن تحس بصداع ورغبه في السكريات واكتئاب ونوم متلخبط. اوعى تجري انك تاكل غلط تاني، ده مش ضعف، دي اعراض انسحاب حقيقيه. والراجل لسه كان بيقول لك اهو زي السجاير، البكتيريا كانت متعوده على اكل معين، انت دلوقتي غيرت لها كل ده. فكل اللي انا عايزه انك تصبر اسبوعين بس، انت هتحس بطاقه اعلى بكتير جدا وقلق اقل بكتير جدا، ودماغك بدات تبقى يعني بتجلو اب، بتبدا تنور كده. انا هقول لك امثله لايام بتاعه فود مابنج دايت وهنحطها على الشاشه هنا وخليها عندك دلوقتي. الحاجات اللي مش معاك في نظام اللو فود ماب، اول حاجه الحاجات دي هي مخصوصه عشان تقلل الانتفاخ وتقلل القولون، تظبط الاسهال والامساك، فهي حاجه ملهاش علاقه قوي بالدايت. اول حاجه الحاجات بتاعه الكربوهيدرات، كل الحبوب والخبز، القمح والعيش الابيض والعيش البلدي والمكرونه، دي مش معانا خالص. والشعير برضو نفس الكلام مش معانا خالص. النشويات اصلا لازم ناخدها قليله جدا جدا جدا. افضل حاجه البطاطس او الرز البني. البقوليات طبعا كلها مش معانا، مش بناخدها بقى، وفول وعدس وحمص وفاصوليا والكلام ده كله مش معانا. الفاكهه اللي معانا ومش احسن حاجه ومش كل الايام، وانا عن نفسي لما بشتغل مع حاله كده بتستت، يعني بقول لها ايه، طب هناخد موزه تكون مستويه ومره كده في الاسبوع ونجرب، فاهم؟ من الاخر كل الفاكهه هاي فود ماب زي المانجا والبطيخ والخوخ والمشمش، كل ده لا. اللي معانا الفراوله احيانا والموز بس يكون مستوي وصغير، وبنبدا نعملهم يومين بس في الاسبوع، لان اي سكر حتى بتاع الفركتوز هو ده بيجنن الاوفر جروث بتاع البكتيريا، فما بيبقاش احسن حاجه. الخضار، البصل مش معانا، الثوم مش معانا،
القرنبيط مش معانا، البروكلي مش معانا. اقول لكم اللي معانا احسن، صح؟ اقول لكم اللي معانا احسن. الخضار اللي معانا الجزر بس يبقى مبشور، الكوسه بس تبقى مسلوقه ومستويه يعني، البطاطس برده معانا. الحاجات بتاع التحليه العسل والفركتوز وحتى سكر الدايت مش معانا، سكر الكحول مش معانا، السوربيتول مش معانا، الحاجات دي مش معانا. هقول لك دلوقتي 3 انماط كده ل3 ايام لو فود ماب دايت ممكن تعملها وتبقى معانا فيها، وزي ما قلت لك انا عايزك تكتب لي ده اخر حاجه اديتها الحاله معايا فود ماب دايت، فركزوا معايا. احنا هنفطر بيضتين اومليت بزيت زيتون، ممكن تاخد يعني معلقه بس كده من لبنه او جبنه 100% لبن طبيعي، جزر مبشور تمام عادي خالص، مش معانا البان زي ما احنا قلنا. الوقت بتاع الغدا احنا كارنيفورز عادي، فبناكل البروتين ما عندناش مشكله فيه خالص، سمك بقى مشوي، سردين، بوري عادي خالص، زود صدر فرخه براحتك خالص، 4 معالق رز يعدوا بس ما تزيدش عنهم خالص. السلطه ممكن يبقى لها خس شويه وخيار بس تبقى مقشره، وطماطم بس برده بدون الايه الطبقه بتاعتها، وطبعا مفيش توم ولا بصل والحاجات دي. الفاكهه ممكن تاخدها في اليوم ده مثلا 4 ل5 فراولات، وتاخد 10 لوزات عادي خالص ما تزودش فيهم. هتتعشى في اليوم ده مثلا تونه معاها معلقه زيت زيتون، وتحط عليها بقى ايه يعني مثلا حبه ليمون، تحط عليها حاجه خفيفه خالص بس تديها طعم كده شويه. الزبادي اللاكتوز فري للناس اللي بره مصر ده معانا عادي وبناخده، بس يبقى لاكتوز فري طبعا اهم حاجه. خليكم فاكرين ان اهم حاجه ما يدخلش خالص في ال 14 يوم بصل وعدس وتفاح ولبن دول، وطبعا والعيش وحتى الشعير، دول اللي سيئين قوي قوي قوي. طيب مثال يوم تاني مثلا احنا هنفطر، قلنا بقى اول يوم بيض مقلي، فالمره دي هتاخد بيض مسلوق معاها مثلا شريحه تركي مدخن بالصوص بتاعه التركي كده. لو عايز تاخد كافيين فيا ريت تاخد شاي اخضر، ممكن تاخد قهوه خضراء بس الشاي العادي والقهوه العاديه بلاش. نفس الكلام لو هتاخد خضار فهيبقى خيار بس مقشره، والطماطم تبقى برده شايل بتاع اسمها القشره بتاعتها. الغدا هتاخد البروتين بتاعك، خدت اول يوم رز، خلينا المره دي من 50 ل 100 جرام بطاطس تبقى مشويه كده او مسلوقه، خضار سوتيه عادي خالص، بس زي ما احنا قلنا هيبقى فيه جزر وكوسه بس يبقى مطبوخه يعني. لو خدت فراوله في اليوم الاول فمش هتاخد فاكهه في اليوم الثاني. والعشاء ممكن علبه تونه المره دي بس مقطع عليها ايه شويه جبنه فيتا كده، تبقى برده لاكتوز فري لو لقيت، او 100% لبن طبيعي بس ما تزيدش حاجه اللي هو بس تدي طعم فعلا. لو عاوز تاخد لبن فممكن تاخد لبن جوز هند او لبن لوز، تبقى دي الوجبه الاخيره. فول وحمص وكمثرى وبطيخ وعيش ابيض مش معانا، خليك فاكر ده دايما، لان خد بالك هو الاهم في الايام دي ان احنا بنعمل ايه؟ بنجوع البكتيريا، لان عندنا اوفر جروث، احنا عايزين نموتها مش عايزين نغذيها. الحاجات اللي انا قلت هنمنعها دي بتغذي البكتيريا، فلما ناخد بكتيريا نافعه ناخدها. خدوا بالكم هو من ضمن العلاج حتى بتاع السيبو ان افتر وايل انت بتدخل تاني بكتيريا نافعه، يعني انا عاوز بقى نبني بكتيريا نافعه. ففي الاخر ده يومين كده انت ممكن تمشي عليهم وممكن تكررهم وممكن تغير فيهم. وقلت لك في الاول الحاجات اللي تهمني انك ما تدخلهاش، انا حاولت اقول لك كل حاجه. انا حاسس ان ممكن الفيديو ده يكون مربك شويه ومش مفهمك قوي، فلو انت لسه مش فاهم قول لي في الكومنتات، واوعدك ان انا هعمل فيديو تاني بكره عليه وانا شارح ده قوي، لان ده حاجه تهمني ان هي توصل لكم بجد يعني. لان زي ما انا قلت لك انا مش بس دكتور محمد عصام دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله.